اليوم وصلت على دولة ماكاو. أهلا وسهلا بكم في دولة ماكاو. هذه هي أصغر دولة في العالم، مساحتها 21 كيلومتر مربع فقط. عمركم سمعتوا بهذا الاسم هذا؟ ولكن ماكاو مدينة في الصين، كيف حتى أصبحت دولة مستقلة؟ Macau, ancient city of the Orient, and once part of the mysterious celestial empire of China, now belongs to Portugal. في عام 1535 وصل البرتغاليين إلى مدينة ماكاو لغرض التجارة مع الصين. ما لبثوا أن سيطروا على كل المدينة وميناء ماكاو اللي كان يعتبر الجزء المهم للبرتغاليين. اورايت خوتي، الساعة 7 تاع الصباح وخلوني نقول لكم صباح الخير عليكم. وهكذا نبداو المغامرة تاعنا تاع اليوم قدام الباص تاعنا اللي راح يدينا على الدولة الجديدة. احنا جربنا نروحوا من قبل بالباص من دولة لدولة صح؟ ولكن هذه المرة الحكاية شوية معقدة، رانا رايحين نروحوا نستكشفوا هذه الدولة ونعاودوا نرجعوا في نفس اليوم. على هذيك قبل ما نبداو تسجلوا لايك، اشتركوا في قناتي مش مشتركين، فعلوا الجرس وخلونا نقولوا بسم الله. كما تشوفوا ما جبت معايا ولا حاجة، كل شيء خليته في الهوستل اللي أنا قاعد فيه هنا في هونغ كونغ. جبت معايا إلا هذا الباك باك صغيرة اللي فيها المعدات تاعي. أهم حاجة هي جواز تاع السفر ديالي، كما قلت لكم رايح على دولة جديدة، رايحين نفوتوا على الإيميغريشن وعلى ختم الجوازات. كما تشوفوا الباص عاود جابنا حتى للمطار باش نديروا ختم الجوازات هنا في هونغ كونغ ونزيدوا نكملوا. اوكي، طولت بزاف في الاميغريشن وخرجت لقيت الباص تاعي راح عليا، ديت هذا الباص هذا وجابني حتى وسط مدينة ماكاو. اورايت خوتي، اهلا وسهلا بكم في دولة ماكاو. عمركم سمعتوا بهذا الاسم هذا؟ حتى انا ما كنتش نعرفها، كنت نحسبها مجرد جزيرة جاية في وسط المحيط هكذا. ولكن ماكاو دولة وعندها الإعلام تاعها الخاص بها وعندها عملتها الخاصة بها، وهي واحدة من أصغر الدول اللي كاينة في العالم. وهذه هنا خلفي شايفين، هذه هي كنيسة سان بول، أشهر معلم سياحي كاين هنا في دولة ماكاو وفي العالم. شوفوا على الناس اللي جايين هنا، شوفوا كل هاد الناس اللي جايين هنا جايين خصيصا باش يدوا صورة مع هذه الكنيسة هذه. شعب كبير هنا، ما عرفتش كيفاش نفلوغي في وسط هاد الناس هادو، ولكن خلينا ندخلوا ونشوفوا هذه الكنيسه كيفاش دايره. صراحه ما فيها حتى حاجه، فيها غير الواجهه هذا اللي تبقى منها شايفين. المهم خلينا نشوف الناس راهم يدخلوا هنا، خلينا ندخلوا داخل ونشوفوا كيفاش دايره من الداخل. هذه هي الكنيسه كيفاش دايره من الداخل شايفين، تبقى منها الا الواجهه تاعها، الشيء الاخر كل شيء تهدم. هذا هنا متحف ما فيه حتى حاجه، فيه صور تاع المسيح، حاطين لك واحد الصور هنا كيفاش كانت هذه الكنيسه من قبل. وهذه هي الكنيسه حقيقه تبقى منها الا الواجهه. مش عارف كيفاش ولات مشهوره لهذه الدرجه، ولكن الناس كما قلت لكم تسافر لدوله ماكاو غير باش تدي صوره مع هذه الكنيسه هذه. ماكاو كانوا محتلينها البرتغاليين حتى العام 1999 وين رسميا رجعت للصين. هي تعتبر بلد كما قلت لكم عندها العلم تاعها، عندها العمله تاعها، عندها الدستور تاعها، رئيس تاعها، ولكن في نفس الوقت تعتبر منطقه اداريه خاصه بالصين، نفس الحكايه تاع هونغ كونغ. ظلت ماكاو تحت سيطرة البرتغال حتى سنة 1999 وين رسميا تم استرجاع السيادة عليها من الصين. هونغ كونغ وماكاو رجعوا للصين، ولكن بدأت تظهر مطالب من الشعب بالاستقلال عن الصين بسبب الاختلاف ما بينهم والاحتلال الطويل اللي خلاهم ينسوا الثقافة الصينية. لذلك بنت الصين أطول جسر في العالم في وسط المحيط حتى تربط ما بين هذه المدينتين، واستعدادا منها حتى تلغي الحدود وترجع هذه المدينتين إلى أراضيها من جديد. بغيت ندي صورة شابة هكذا نحطها لكم على انستغرام، ما عرفتش كيفاش ندي تصويرة شابة في وسط هذا الغاشي هذا. المهم ديت تصويرة عشوائية حطيتها لكم على الانستغرام، باش تروحوا تتبعوني.
العملة تاع ماكاو يسموها باتاكا ماكاوية، اسم غريب صح؟ وتقدر تستخدم حتى العملة تاع هونغ كونغ هنا نفس الشيء. الشحمة تاع الخنزير مشهورة بزاف هنا وياكلوها بزاف الصينيين. شايفين هذا الشارع هذا كلهم يبيعوا الشحمة تاع الخنزير. شوف الشارع كله كيما هكذا، كل هذا الشارع هكذا يبيعوا هذه الشحمة تاع الخنزير. شوفوا الريحة هنا ما تقدوش تتخيلوا. ديت حبة قاطو. هنا راني في القلب تاع مدينة ماكاو وما تحسش روحك راك في مدينة صينية، تحس راك في مدينة أوروبية. شوفوا على الشوارع، شوفوا على البنايات، الكنائس في كل مكان. شايفين علاش؟ لأنهم كانوا مستعمرين من طرف البرتغال. هونغ كونغ كانت مستعمرتها بريطانيا والماكاو كانوا مستعمرينهم البرتغاليين. على هذيك تلقى اللغة البرتغالية حتى في المطار، في الباصات تاعهم، في اللافتات تاعهم حاطين اللغة البرتغالية ومعها اللغة الصينية ومعها اللغة الإنجليزية. هاد البلاد فيها أكبر عدد تاع كازينوات في العالم، والقمار هنا قانوني. على هذيك تلقاو كازينوات في كل مكان، أشكال وأحجام. في عام 1847 اعتبرت الحكومة البرتغالية القمار قانونيا في دولة ماكاو حتى يعطوا دفعة اقتصادية لهذه المدينة. ومنذ ذلك الوقت اعتمدت ماكاو على سياحة القمار كدخل أساسي، وأصبحت واحدة من أغنى الدول ورقم واحد في عدد الكازينوهات في العالم. اوكي، شايفين المدن المشهورة هذه؟ باريس، لندن، فينيسيا، لاس فيغاس. الصينيين جمعوهم كلهم وداروا لهم نسخة طبق الأصل هنا في ماكاو. شايفين برج إيفل. وفي عام 2013 وحده بلغت مداخيل ماكاو من صالات القمار إلى أكثر من 45 مليار دولار، متفوقة بذلك على لاس فيغاس الأمريكية. حتى أصدرت الصين قرار حظر هذه الظاهرة في ماكاو كعلامة على دخولها تحت قوانين الصين واسترجاع السيادة عليها. شوفوا معايا على الفخامة والأناقة وكل حاجة. أنا صراحة تعبير ما عنديش، كلمات ما لقيتهمش. شايفين؟ شفتوا مدينة فينيسيا في إيطاليا؟ الصينيين قلدوها، داروا لها تقليد وجابوها لهنا مدينة ماكاو. هذا أضخم وأكبر مول وكازينو كاين هنا في ماكاو، وحنا هنا في الطابق الثالث. تخيلوا معايا، شايفين السما هذه؟ كل شيء مقلد، كل شيء مقلد. يا خوتي تبغوا الصراحة أنا ما قديتش، دخت، عييت. شوفوا معايا، شوفوا كازينو قدام كازينو. تخيلوا كل ماكاو هكذا، في كل ماكاو هكذا كازينو قدام كازينو. وانا في 3 ايام وانا نصور لكم في هونغ كونغ، واليوم زدنا جينا لماكاو، وغدوه طيارتي على الدوله جديده على هذيك خارج من ماكاو. نظن نهار واحد يكفي في ماكاو، ما كانش حاجه اخرى من غير كازينوهات. على هذيك رايح للباص باش نعاونوا لي الهوستل تاعي ونشوفكم في المطار. رايت، رجعنا على مطار هونغ كونغ باش ندي طيارتي للدولة الجديدة. الحقيقة طيارتي مازال حتى 6 تاع الصباح، بصح قلت انا علاش نضيع 25 دولار في الهوستل مادام انا نبغي مطارات، نجي لهنا نفوت ليلة مجانية. بغيت نقول لكم حاجة على دولة ماكاو. بالنسبة لنا احنا كجزائريين نحتاجوا فيزا، ولازم تدفع تقريبا 35 دولار. هذه كمعلومة إذا كان أي واحد فيكم بايزور دولة ماكاو، وأفضل طريقة أنك تزورها من هونغ كونغ، وإلا باش تدخل دولة ماكاو صعيبة بزاف حنا كجزائريين. أما باقي العرب ما عنديش الصراحة، ما عنديش حتى فكرة عليهم. على هذيك أفضل حاجة أنكم تجوا لهنا لهونغ كونغ وتروحوا تزوروا دولة ماكاو، هذا راح يسهل عليكم. وحاجة ثانية
لازم يكون عندكم كاش، مبلغ بالعملة الصعبة، دولار ولا أورو، على الأقل 2500 دولار ولا أورو. ورايحين يطلبوا منكم مثل ما صار معايا في هونغ كونغ، رايحين يطلبوا منكم يشوفوا المبلغ كاش بعينيهم، ماشي يعني تقول لهم عندي كريديت كارد ولا أي حاجة، لا بالعكس باغيين يشوفوا ويتأكدوا من المبلغ اللي انت جايبه معك. وانا جاي في الطريق قاعد نقرا في التعليقات تاعكم، صراحة كاين بعض الناس وبعض التعليقات ما تقدرش تفوت هكذا وما تذكرش الرسائل تاعهم ولا التعليقات تاعهم. كاين هذا الشخص شايفين اسمه ديدو ان 83 ارسل لي رسالة: السلام عليكم خويا ابراهيم، ان شاء الله تكون مليح ولاباس وربي يقويك ويعطيك صحتك. عندي ولادي زوج مهبليني بيك، ان شاء الله كاش يوم نتلاقاو بيك، واذا تفكرتني اذكر ولادي اياد والاء. يعطيكم صحة بزاف وتحياتي لكم اياد والاء وربي يخليهم لك. تحياتي لكل واحد ارسل لي رسالة مثل هذه ولا تعليق ولا اي حاجة. كاين بزاف ناس طلبوا مني اني نذكر اسماء تاعهم، مادام عجبتكم الفكرة وانتم بغيتوها سو منا ورايح راح نبدا نذكر اسماء تاع اشخاص اللي يرسلوا لي رسائل ولا يكتبوا لي تعليقات. نحاول، ما نقدرش نذكر كل اسماء ولكن راح نحاول نذكر اكبر عدد. وبغيت نطلب منكم حاجه، انتم عارفين ان صفحه الفيسبوك مازال ما قديتش نرجعها، على هذيك نحتاج منكم دعم كبير في اليوتيوب. انا عندي حلم اني نوصل بعيد ولكن محتاج دعمكم. على هذيك بالله عليكم اشتركوا في القناه اللي ماشي مشتركين وفعلوا الجرس وخليوا كل افراد تاع العائله يشتركوا. اي واحد صديق تاعكم خليهم يشتركوا في القناه. عندي حلم اني نوصل بعيد ومحتاجكم. رايح على دولة جديدة وعارف ان راكم رايحين تشوفوا هذا الفيديو بعد سنة جديدة. على هذيك كل عام وانتم بخير. ما تنسوش لايك، روحوا تبعوني على انستغرام، تم نحط لكم ستوريات يومية. اي واحد عنده سؤال يحطه على الانستغرام وان شاء الله نحاول نجاوبكم. نشوفكم فيديو جديد، سلام.